وبركاته. ربنا يبارك فيكم ويخليكم يا رب ويوعدكم حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدي كل محروم عندكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. حبايبنا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، شرفتوني ونورتوني. كل اللي دخل عندي جديد واللي مستمرين معايا واللي معايا من زمان، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا يا رب، ويديمكم في حياتي خير وبركة ونعم. فيديو النهارده زي ما شفتوا في اوله هنعمل مع بعض طواجن المحشي في الفرن، وكمان روتين بقى كده على السريع في الشقة وعند الطيور. واخر اليوم بقى كده والدتي تعبانة فهنروح نزورها، وكمان ست هتيجي تزورها برضو، فقلت فرصة زي ما انتوا كنتوا عايزين من زمان، من اول ما شفتوها في اول كنت عاملة معاكم فيديو اسبوع، وبعد كده كلكم طلبتوا مني عايزين ستك تدعي لنا. فطبعا قلت بقى كده فرصة وهي بتزور والدتي، قلت لها بقى كده تدعي للمتابعين وحبايبي كلهم واصحاب القنوات وطبعا وسمسمة العمدة اختي الغالية، ربنا يبارك فيها يا رب. طبعا دعوة كده خاصة من ستي لها، ربنا يتقبل منها جميعا ويتقبل لكل اللي يسمع الدعاء، ربنا يتقبل ويكتبه من نصيبكم جميعا يا رب. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد كده عليكم الأيام بالخير والسعادة دايما، ويجعلها سنة كده هنية وسنة يعني كل اللي نفسه في حاجة يحققها، وكل اللي عايز حاجة إن شاء الله ينولها في السنة الجديدة. طبعا لما نعمل كده ده قال واجب إن احنا نشكركم يعني. عنوان الفيديو اللي فات يعني عشان طبعا طلبتوا مني كتير ان انا ادعي لكم وكده، فجت تعليقات سلبيه، وزي ما انتم عارفين لازم التعليقات السلبيه، طبعا انا زي ما قلت لكم بتقبل كل التعليقات، واي حاجه بتتقال في القناه انا بتقبلها. فطبعا لما حد كده يدخل ويقول كلمه حلوه او زي ما قلت لكم تعليق للفيديو، فطبعا لازم ان احنا نشكره، مش ان احنا يكتب تعليق وخلاص وما فيش رد عليه ولا في شكر. ما ينفعش طبعا، لازم اي حد بيعمل مع اي حد جميل او معروف او اي حاجة لازم ان احنا نشكره، سواء بقى في قناة او في الحياة طبيعي يعني، او في اي حاجة لازم ان احنا دي بتبقى جميل، ان حد بيساندك وحد بيقف جنبك وحد بيقولك كلمة ان هي تحفزك ان انت تستمر في اللي انت بتعمليه. فطبعا ده اقل واجب الدعوة الحلوة والشكر، فلازم كده ان احنا نشكر بعض، وكمان نكتب كده ان شاء الله الدعوة دي ان شاء الله من نصيبكم جميعا. طبعا هتبقى في اخر الفيديو هي، عشان طبعا كده الفيديو ماشي بنظام زي ما انتم شايفين. اول حاجة طلعت للطيور، وبعد كده نزلت عملت بقى كده الصلاة بالمكنسة وروقت الصلاة الاول على السريع، ودخلت بقى كده زي ما انتم شايفين عملت المواعين عشان طبعا يمشي كده زي ما اليوم الطبيعي اللي انا كنت ماشية بيه. وفي اخر اليوم بقى كده بعد ما احضر الغدا كمان هنروح بقى كده ونزور والدتي، كانت اخر اليوم. طبعا احنا بنروح ونزور والدتي وبنقعد معاها يوم كامل كل خميس، لكن اليوم دوت كان يوم الجمعة، فروحنا بقى كده وزورنا والدتي. فكان يوم الجمعة علشان كان اخر النهار زي ما حضراتكم شايفين، كان اذان المغرب يعني، كانت وست بقى كده مروحة كان في اذان المغرب. يا رب كده فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، وزي ما قلت لكم يجعل كده الدعوة الحلوة من نصيبكم جميعا يا رب. وان شاء الله كده ربنا يكتب لكم كده عمرة وحج لكل اللي عايز، وكمان اللي عايز بقى كده ان شاء الله ربنا يوفق اولادنا كلهم في الامتحانات، واللي كل واحدة نفسها لسه ما يعني اتجوزتش ربنا كده يرزقها بالزوج الصالح، اللهم امين يا رب العالمين، ويعطي كل مشتاق بالذرية الصالحة والخلف الصالح. طبعا بعد ما خلصت المواعين بصبن بقى كده الحوض زي ما انتم شايفين. غسلت اول حاجة الكوبايات، جبت سلكة تكون جديدة لسه نظيفة خالص، ما عملتش بقى مواعين. قلت بقى كده الكوبايات عايزه اغسلها غسله كده تكون حلوه، فلازم بقى كده ان احنا كل فتره نعمل. طبعا الاسبونشه بتبقى ناعمه شويه، فما بتبقاش اللي هي برضو تنظف الكوبايات زي ما احنا عايزين، فلازم كل فتره والتانيه كده نجيب سلك مواعين ونغسل بيه الكوبايات. بتخلي كده الكوبايات بتاعتك منوره مع البريل او الاوكسيف، بتخليها منوره. طبعا زي ما انتم شايفين كده بعد ما غسلت بقى كده المواعين، كنت بقى هنا سلقت اللحمه هي زي ما انتم عارفين الطريقه بقى كده. المية لما تغلي بنسقط فيها اللحمة، وبعد كده بنشيل أي ريم على الوش، ونحط بقى كده ننزل بالتوابل والبهارات وكل حاجة. سلقت برضو معاكم الكرنب اهوت عشان عملته معاكم كتير قبل كده، وسلقت الكرنب برضو اختصرت معاكم. طبعا قلت فرصة كده والمية بتاعت الكرنب لسه مغلية، فهحط بقى هنا في كل ناحية من الحوض أو في كل حلة
بحط معلقة من بيكربونات الصوديوم ومعلقة من ملح ليمون والمية السخنة كده، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونكب كده. ده كده بتسلك لك الحوض لو الحوض عندك مسدود او الحوض عندك فيه حاجة، بتخليك بقى كده الحوض بتاعك يتسلك بسرعة بالمية السخنة كده. ونسمي الله ومعلقة الملح ليمون ومعلقة بيكربونات، ونعمل بقى كده على طول الطريقة دي. طبعا ده كنت سالقة بقى الكرنب يعني من قبلها بيوم، وبعد كده يعني المقطع دوت كان قبلها بيوم كنت سالقة الكرنب علشان اعمله معاكم. طبعا هنا زي ما انتم شايفين اهوت، لازم برضو بعدها اصبن الحوض. وشايفين طبعا التصوير ظالم الحوض خالص، والحوض طبعا بيبقى في الحقيقة اكتر احسن من كده، لكن التصوير بس بيبقى ظالم الحوض. طبعا هنا خلاص بقى عملت الخلطة بتاعة المحشي اهيت، عملتها معاكم كتير قبل كده. وجبت بقى الطواجن اهيت، فرشت بقى كده فيها بصل وطماطم وفلفل، وهحط بقى كده فيها المحشي. طبعا برضو هنعمل مع بعض محشي البتنجان زي ما انتم شايفين يعني. قلت بقى كده نعمله الاتنين طواجن في الفرن، بما اني بقى كده هولع الفرن، فقلت برضو هعمل الاتنين في الفرن. ادي بقى اهوت هخلصه بقى كده. وزي ما قلت لكم جدتي بقى كده هتدعي لكم في اخر الفيديو، مش تخلي بقى كده الدعوه الحلوه ديت تبعد عنكم يعني. استمروا كده معايا وان شاء الله الفيديو مش هطوله عليكم يعني. بختصر معاكم طبعا الفيديو، بجيب الحاجه على طول عشان ما اطولش معاكم كتير. طبعا زي ما انتم شايفين كده يعني ورق الكرنب، وانا بس ميه الكرنب بحط فيها ملح وكمون وورقتين لوري بقى كده بتخلي نفسها حلو. خدتها بقى كده على البوتاجاز اهيت، وهنسقيها بقى كده من الشوربه. طبعا بتكون مش بنغطيها قوي يعني، الشوربه بتكون اقل من اخر صباع. ونهز بقى كده الطاجن. طبعا بنحط الطواجن دي في صواني، عشان الصواني الالومنيا هي اللي بتوزع لك بقى كده الحراره على الفخار. لازم كده بقى ان احنا نحافظ عليها. بنحطها في صواني ألمونيا. طبعا لها غطا، لو ما عندكيش غطا بتحطيها بورق فويل والاول وعليها الورق اللي هو الزبدة الاول، وبعد كده بتلفيها بورق الفويل. طبعا ما كانش عندي، فقلت بقى هغطيها عادي خالص. في طاجن ليه غطا غطيت بيها، وادي دوت ملوش غطا، فغطيه بغطا حلة عادية خالص يعني. لازم نمشي نفسنا زي ما قلت لك. الحاجة الايام دي غالية جدا، وكل حاجة غالية، فالحاجة اللي انت تقدري تستغني عنها لازم ان احنا نوفرها. فقلت بقى كده بأي غطا واحطه على الطاجن التاني اهوت، وما جبتش ورق فويل ولا حاجة، وهغطي عليها وادخلهم بقى كده الفرن على نار عالية. لازم تكون النار معاك عالية خالص، ونحطهم على الصاجة اللي تحت خالص اهيت. طبعا شايفين بقى كده اول ما بيغلوا اهوت، قلت برضو اوريهولكوا. وادي محشي الكرنب طبعا زي ما قلت لكم على نار عالية خالص. وبعد كده سوى المحشي الكرنب كان زي سوى الباذنجان بالظبط. الاتنين خدوا ساعة ونص في الفرن على نار عالية. وبعد كده طلعتهم زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وهنشوف بقى كده مع بعض احلى محشي في الطواجن في الفرن، محشي الكرنب. طبعا ما بنستغناش عنه في الشتاء، لازم بقى كده ان احنا على طول محشي الكرنب ده على طول اساسي في الشتاء. ده احلى اكلة طبعا كلنا بنحبها، وخاصة بقى كده المصريين. واهم حاجة المحشي الكرنب عندنا بقى في الشتاء كده بيدفينا، وكمان طعمه جميل، وبنحب طبعا محشي الكرنب. شايفين بقى عامل ازاي؟ وادي الطاجن كمان اهوت زي ما قلت لكم على نار عالية عشان يستوي معاكي حلو. طبعا كل ما يقعد في الفرن كمان بيزيد حلاوة اكتر. شايفين بقى اللحمة اهيت دايبة دوب. طبعا اللحمة خليتها 3/4 سوا، وبعد كده خدتها وحطيتها كده في الطاجن بعد ما فرشت بصل وطبقة كده من الطماطم والفلفل. وبعد كده حطيت عليها اللحمة، وبعد كده وحشيت عليها المحشي. وادي محشي البتنجان اهوت. شايفين بقى عامل ازاي؟ ده كده كان غدانا النهارده، وكان يومنا قبل ما اروح ازور والدتي. طبعا لازم زي ما انتم شايفين كده بقى يبقى خلاص اللي ورايا وما عنديش حاجه. تكونوا بخير في احسن حال، وكل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله جاي نشوف والدتي تعبانه، وست هي في البركه هي جت برضه عشان تشوف والدتي، وهي بقى عايزه تدعي لكم وتسلم عليكم وتدعي لكم. شوفوها بقى كده عايزه تقول لكم ايه، عشان كل اللي طلب دعوه منها هي جت اهيت. وانا قلت الفرصه ان احنا نخليها تدعي لكم وهي معانا. ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم ويخليكم يا رب، ويوعدكم حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدي كل محروم عندكم يا رب، ويديكم الهنا والفرح كله برضا غالي عليكم يا رب. ربنا يبارك فيكم ويخليكم يا رب، ويجعلها سنة هنية عليكم وعلى المسلمين كلها يا كريم يا رب العالمين يا رب. ربنا يحميها ويخليها ويخليها أولادي يا رب. غادة ودعوا لها وبتحبكم حب كتير قوي. غادة ما فيش. ربنا يبارك فيهم ويخليهم يا رب، يشوفوا ويخليكم وكتر أرزاقكم ويبارك فيكم يا رب.
ويدي المحارم عندكم كلهم يا رب يعوض عليه. يا رب كن يا محروم رب يا رب. كل محروم يا يعوض رب. عليه يا رب ويخليه. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. يعيش بيت الله يناول. يا رب يا رب يحيي يا بيت رب. الله الكريم يا يا رب. رب يا رب. يا رب. يا ستي دعوة بقى كده خصوصي منك لسمسمة العمدة ديت، واحدة برضو عاملة قناة حبيبتها. حبيبتي، ها. وعلى طول معايا وعايزة ان هي فكرتها تكبر، فدعوة منك بقى كده لسمسمة وعيالها وكله. ربنا يبارك فيها ويخليهم لها يا رب ويسعدهم لها ويبارك فيه يا رب. ويخليهم لها يا رب ويسعدها وتفرح بيهم يا رب. اللهم احنا ونجيبهم بنحبها كلهم سمسمة يا زي كريم يا رب غادة، العالمين. بنحبها يعني. يا رب كل اللي بيحب غادة يا احنا رب. بنحبه وندعي له. بنحب ربنا سمسمة زي يبارك غادة فيهم يا رب بالظبط والله. العالمين. الحمد لله يا ربنا رب. يبارك فيها وفي اولادها يا يا رب. رب يا رب يبارك فيهم فيها شر في الشين ولادي وشر يا رب. خلقه وشر الحاسدين يا يا رب رب. العالمين. يا رب اللهم امين يا رب العالمين. العالمين يا بارك رب. لها افتح لنا حياتها الارزاق من عندك انت يا يا رب. رب. يا رب. اصلح لا هات يا